أكلتنا لليوم خبز بهذا الشكل الحلو المرتب، كتير كتير طيبين مع كوباية شاي أو مع مربى أو مع زعتر أو مع جبنة. انتو هيدي الخبزية فيكم تاكلوها مع شو ما بدكن. بدنا ملعقة خميرة، ملعقتين سكر، كوباية مي فاترة منحركن، 4 كوبايات طحين مع ملعقة صغيرة من الملح وبيضتين وربع كوباية من الزيت النباتي، وبنعجون كتير منيح لمدة 2 3 دقايق، ونخمرهم 45 دقيقة. هيك بعد 45 دقيقة النتيجة شوفوا ما شاء الله العجينة رائعة. بنقطع على نصفين، وكل نصف بنقطع أول وحدة 5 قطع والتاني 3 قطع متساوية، وحدة كبيرة. اوكي، بنكعزلهم هيك، بنعملهم كرات وبهيدا الشكل. ومنبلش اول شي انتو مثل ما انتو شايفين الفيديو صبايا اشتغلوا، يعني هي سهل كتير، بس بلشوا انتو صح ورجعوا عيدوا يعني الطريقة تزبط معكم 100%. نرجع بنقلبها، هوني خلصناها بنقلبها على الميل التاني، كمان نفس الشي بنعمل. عن جد كتير سهلة، بس انتو ركزوا بأول يعني طريقة دغري، يعني هي حركة وحدة وتعملوها كلها صح. كتير حلوة طلعت. نعملها هيك نص دائرة. حبة تاني هاي عملناها 3 حبات نفس الشي، وحدة كبيرة هاي الكبيرة نعملها بهيدا الشكل الكعكة. اوكي، ونحطها كمان بالنص. هلا بدي اعمل انا وياكم الوردة. قطعهم هو 3 صغار نصفين، بصير نرقهم نحطهم فوق بعض، بنرجع بنبرمهم نعملهم وردة. هيدي الوردة بنحطها بالنص، بندهن الوجه بصفار بيضة مع رشة فانيليا، إذا بدكم إياها بالملح انتو مع رشة بهار أسود. ما شاء الله بدرجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة. هاي هي النتيجة الرائعة. جربوها وصحتين وألف عافية على قلوبكم جميعا.